مش انتي لوحدك اللي كنت بتغلطي الغلطة دي. انا نفسي وكتير كنا بنغلط الغلطة دي لحد ما عرفت الفرق يا جماعة. الفيديو بتاع النهاردة مهم جدا وهعرفك معلومة يمكن تكون اول مرة تعرفيها وقليل جدا اللي يعرفها، علشان كده كملي الفيديو للنهاية واعملي الفيديو ده لايك وشير وابعتيه لحبايبك علشان يستفيدوا من المعلومة اللي اكاد اجزم انك اول مرة هتعرفيها في الفيديو ده. طبعا انواع الخل كتير جدا وموجوده على الرف في انواع كتير، وانتي مش عارفه تفرقي ما بينهم. في منهم اللي بيكون لون العصير التفاح، وفي منهم اللي في ايدي ده، وهو ده اللي انا جايه اتكلم عنه. عايزه اقول لكم ان في جمله بمجرد ما بقراها على الخل، الجمله دي هي اللي بتخليني اشتري فورا خل التفاح. وعايزه اقول لكم ان الجمله دي استحاله تلاقيها على نوع الخل اللي هتشوفيه دلوقتي ده، اللي بيكون شبه العصير بتاع التفاح، بيكون شفاف زي ما انت شايفه كده. في انواع منه كتير وفي ماركات كتير، انا مش جايه اتكلم على ماركه بعينها. الخل ده انا ما بفضلوش وهقول لك ليه. اما بقى الخل اللي انا بفضله والجمله اللي انا بمجرد ما بقراها بشتري الخل فورا، هو الخل ده اللي بمجرد ما ترجيه تشوفي الشيء الغريب ده. شايفين الحاجات اللي بتمشي في الميه دي او في الخل ده؟ هو ده اللي انا جاي ادور عليه، وهو ده اللي بدور على الجمله اللي بتخليني اشتري الخل فورا بمجرد ما اشوفها. الجمله دي هتبقى مكتوبه تحت كده زي ما انت شايفه كده، اللي هي with mother او ام الخل. بمجرد ما بتشوفي الجملة دي على الإزازة بتشتريها فورا، لأن دي أو هو ده الخل اللي دايما بيتقال عليه إنه فيه فوائد وإنه فيه فوائد للجسم كتير، وهو ده الخل اللي دايما بينادوا ان احنا نستخدمه في نظامنا الصحي لو احنا عايزين حياه صحيه. اما الخل ده يعتبر خل سلطه، بيضاف للسلطه وتتبيلات الا اللحوم والدواجن او المشاوي، ده ليه استخدامات تانية خالص. لكن لو انت عايزه استخدام صحي وفوائد زي ما الناس او زي ما هم دايما بينادوا، يبقى الخل اللي مكتوب عليه with mother، ده بقى اللي فيه كل فوائد الخل، وهو ده بقى اللي بيعمل على تقليل مستوى السكر في الدم، ودهون الكبد بتقل مع الاستخدام. نستخدمه ازاي بقى يا جماعه؟ انا بس عايزه اوريه لكم. بيكون شكله زي ما انتم شايفين كده معكر، وزي ما قلت لكم ما بيكونش شفاف زي عصير التفاح او زي الشكل التاني اللي انا وريته لكم في الفيديو. نستخدمه ازاي بقى علشان تاخدي منه اقصى استفاده؟ خليه عاده يوميه بعد كل وجبه، بمجرد ما تنتهي من الاكل تروحي مدوبه معلقه على كوبايه ميه وتشربيها بواسطه شاليمو. ليه يا جماعه شاليمو؟ وليه ورا الاكل على طول مش قبل؟ لان في ناس كتير قوي نادت ان احنا ناخده قبل الاكل. اولا ده اسيد يعني حمض، يعني ممكن يتفاعل مع جدار المعده ويسبب لنا مع المدى البعيد قرحه، عافانا الله واياكم. لكن لو خدتيه ورا الاكل مباشره، انت كده خدتي الاستفاده الكامله اللي انت محتاجاها. اول حاجه مش هيرفع مستوى السكر في الدم، وبالتالي مش هيحصل زياده في الوزن، وده اللي احنا عايزينه. يعني بيستخدم في التخسيس حلو جدا، وانا عن نفسي كنت جربت فتره وجاب معايا نتيجه هايله يا جماعه، جربوها تدعوا لي. ده بيكون شكله طبعا الكميه دي كبيره، احنا بنستخدم كميه ملو معلقه على كوبايه ميه كبيره. جربيه شهر واحد وادعي لي. وزي ما قلت لك حاولي تشربيه بشاليمو علشان ما ياثرش على مينا الاسنان ويحصل لها تاكل ويبتدي نعاني بعد كده. استخدميه صح علشان تاخدي منه الفايده الصح. فوائد خل التفاح كتير، وانا مش اهل ان انا اتكلم عنها، تقدروا تقروا عنها كتير جدا. انا بس جيت اعرفكم ايه الفرق ما بين الخل ده والخل الشفاف اللي بنلاقيه على الرف في السوبر ماركت. عايزه اقول لك ان ما شاء الله فوائده هايله جدا. اتمنى ان انت تداومي عليه بس لمده شهر، وبعد كده ابعتي لي وقولي لي النتيجه، لان انا واثقه من النتيجه، لان انا جربتها قبل كده عن نفسي. لو عجبك الفيديو وعجبتك المعلومه اللي قدمتها لك، فيا ريت تعملي الفيديو ده لايك وشير، واتمنى لك كل خير، وتحياتي ليكي دايما رشا الغفير.